المشكلة اللي هتكلم عليها النهاردة هي من أكبر المشاكل اللي بتواجه الناس اللي عاملة دايت أو الناس اللي نفسها تظبط أكلها. عايزاكم تتوقعوا إيه هي؟ إيه أكبر مشكلة ممكن تقابلك لو حضرتك عايز تظبط أكلك أو تعمل دايت؟ هي وأنا بره آكل إيه؟ والله أنا جعت وأنا في الشغل، ابني كان رايح في ماشي من الدرس ده للدرس ده وجع وهو في الطريق، مش عارفة كنت رايح مشوار واتأخرت وجعت، أعمل إيه؟ عايزه اقول لك ما تلومش نفسك على الجوع، لانك بني ادم وطبيعي انك تجوع. المشكله في هي انك لازم تسبق جوعك بخطوتين تلاتة اربعة. يعني انا عارف ان انا ورايا مشوار، او انا مثلا شغلي بيخلص الساعه كذا، او شغلي من كذا لكذا، انا لازم اكل قبل ما اوصل نفسي لمرحله الجوع اللي تخليني ممكن اكل اي حاجه قصادي، مش هفكر. ما انا لو وصلت المرحله دي من الجوع هنزل اي كشك، طبعا التصرف العادي اللي اي حد هيعمله، هنزل اي مكان قريب، هروح اجيب شيبسي، بيبسي، حاجه ساقعه، تشوكلت، اي حاجه قدامي، انا مش هفكر. خصوصا الناس اللي لسه بادئه دايت او الناس اللي عندها مقاومه انسولين، لما بتجوع بيحصل لها تشويش على تفكيرها، اللي هو والله لو ايه قدامها هتاكله، ومبيبقاش فيه تركيز، وبيبقى فيه صداع، بيبقى فيه عصبيه، اللي هو انا لازم اكل دلوقتي وهاكل اي حاجه قدامي وباي كميه. يبقى الفكره نفسها ان انا خليني اذكى واسبق جوعي. يبقى انا اعمل حسابي سواء في الخطه اللي انا ماشيه عليها ان انا اكون معايا حاجه في شنطتي مناسبه ليا، او لو هاكل حاجه من بره، هنتكلم دلوقتي هناكل. اقول لك بقى على حاجه سحريه تخليها معاك في شنطتك، تطلعك وتنقذك من المشكله دي. مبدئيا كده انت لازم تخلي معاك في الشنطه معلقه. ايوه، معلقه زي ما سمعت. المعلقه دي هتطلعك من موقف الجوع ده. هتعمل بيها ايه بقى المعلقه دي؟ هتجيب كوبايه زبادي، ولو تقدر تجيب زبادي يوناني يا ريت. هتقولي الزبادي اليوناني وسعرها، ما انت كنت هتجيب حلويات برقم، او هتنزل تجيب سندوتشات فول وطعميه برقم، لكن انت هتجيب كوبايه زبادي، او هتجيب علبه تونه، او هتجيب علبه جبنه، او هتجيب زبده فول سوداني. المهم تحسن اختياراتك. الموضوع في الاول هيكون صعب وغريب، بس بعد كده مش هتقدر تجيب حلويات من الكشك زي ما كنت بتعمل، مش هتعرف. ويا سلام بقى لو جنبك ايه، حد بتاع فاكهه، يبقى هتجيب زبادي، تمام، وجنبها موزايه او برتقانه، تمام. ولو جنبك مقله هتجيب سوداني. لو تعرف تجيب لوز هات، تعرف تجيب عين جمل هات. المهم هات حاجات صحيه في حدود المسموح معاك. كل اللي انا بقوله ده في حاله ان انت نزلت من البيت ومش عامل حسابك ومش اخد معاك اي حاجه، او اتحطيت في ظرف انك اتاخرت وجعت وانت بره البيت. ده اول ليفل من الحاجات اللي هنشتريها، وهننزل دلوقتي بالليفل شويه، مش في السعر لكن في القيمه الغذائيه. تاني حاجه بقى، تاني حاجه ممكن تفكر فيها بعد الاختيارات اللي قلناها دي، هنستغنى عن المعلقه. ممكن حضرتك تجيب بسكوت شوفان، وحاول تجيبه من الحبه الكامله، او بروتين بار، او السناكس. في سناكس صحيه دلوقتي نازله، الى حد ما، الى حد ما صحيه، الى حد ما النيوتريشن فاكت بتاعتها، الكالوريز بتاعتها قليله شويه، افضل من الحلويات اللي سعراتها عاليه جدا والحاجه فيها بتبقى فرايد. تمام. انا بيجي لي ناس او يبعتوا لي على الواتساب يقولوا لي ايه هو ده معانا في الدايت، ده معانا في الدايت او مش معانا، السناك ده صحي ولا لا. الفكره يا جماعه ان الحاجات دي ما ينفعش تكون اساسيه في حياتي. السناكس اللي احنا بنقول عليها هيلثي سناكس دي، مش روتين يومي، مش لازم عشان هعمل دايت اشتريها، لكن اكسبشن، في ظرف استثنائي كنت بره وجعان ممكن استعين بيها، لكن مش من العادي ان انا اكلها كل يوم او تكون جزء من نظام اكلي اليومي. فاهمين قصدي؟ يعني في حاجات صحية كتير لازم التزم بيها، اتحطيت في ظرف اكسبشن ممكن اخدها كحاجة اقضي بيها يومي مرة لما يحصل لي ظرف. فاهمين قصدي؟
عشان السناكس شاغله بال ناس كتير قوي. لا يا جماعه، هي مش المفروض انها تكون جزء مني، جزء من نظام اكلي. كل الحلول بقى اللي احنا قلناها دي في حاله ان احنا ما كناش عاملين حسابنا. لكن بقى ايه الصح؟ ايه الحل من الاساس الاصلي؟ ان احنا نسبق جوعنا بخطوه. انا نازل ورايح الشغل، يبقى اخد معايا وجبه صغيره عشان لما جوع بسيط، مش هسيب نفسي للجوع القاتل ده. او انا عارف، على فكره انا ببقى عارف انا فطرت الساعه 7 الصبح، 8 الصبح، على الساعه 12 الظهر، انا عارف ان انا هبقى جعان او محتاج حاجه تصحصحني وتزود طاقتي شويه. يبقى الوجبه الصغيره دي هتبقى معايا في شنطتي، عشان وقت اما جوع او وقت السناك بتاعي او وقت الراحه هاكلها. خلي بالك، مفيش حاجه هتعملك سبورت وانت بره البيت. يعني مفيش مكان صحي هجري عليه هو ده اللي هينقذني لما جوع عشان ما بوظش الدايت. انت مفيش حاجه حواليك بتدعمك غير نفسك، غير افكارك، غير البلان اللي انت حاططها. لو عاوز بقى افكار تكون سهله وبسيطه لوجبات صحيه تاخدها معاك الشغل، اعمل شير للفيديو ده واكتب في الكومنتات وجبه صحيه.